الرياضية. نعود وإياكم إلى لقاء الدبا والعين هنا في الجولة الثانية من دوري الوكلية المحترفين، ومن هذه المدينة الجميلة لمشاهدة ومتابعة اللقاء. أكثر من 100 تذكرة من جانب أمام البطايح بهدفين مقابل هدف. هنالك مستهدف أمام نادي الشارجة بهدف مقابل انتصارات والنقاط. وبالنسبة للفريق من خلال هذا الموسم هذه كرة تتخلص لكاسيا وجينو الياباني القادم من نادي الوصل، والذي يلعب اليوم في تشكيلة فريق نادي دبا في مركزات على مستوى البنية التحتية في إمارة الفجيرة، وتحديدا هنا في منطقة دبا التي بالفعل هذا الفريق يستحق هذا الملعب الجميل، الملعب الذي يحتضن هذه المباراة. وعلى طاري دبا ومواجهات دبا مع العين نتكلم عن فوز دبا العوبة على شكل تمريرة. يا سلام، هذه أخرى في منطقة الجزاء، ولكن فريق كان يعني الموسم الأخير في مواجهات الفريقين لأن فريق نادي دبا بعد ذلك هبط إلى دوري الدرجات في ذلك الموسم اللي فاز فيه العين. مدينة العين والعرضية الدباوية التي تمر خالد عيسى في لقطة كانت خطيرة، لكنه يتجارب الأمر بعد ذلك. خالد عيسى وكرة ثابتة كانت لفريق نادي دبا، لكنها تمر وتعود الآن الكرة من جديد تمريرا لفريق نادي دبا عن طريق مهند علي، بيسدد اللاعب العراقي ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا مهند علي، هذا بيبي، هذا صاحب التسديدة الماضية التي مرت وشوط إلى خارج أرضية الملعب. نقلة ومحاولة كانت بالتالي موجودة وبعد ذلك، لكن هذه اللقطة الأولى هذه كرة الخطأ اللي كان يعني أيضا من خالد عيسى، وبالتالي طبعا لمصلحة العين الكرة العرضية الخطيرة باتجاه إريك ولابا. كانوا ينتظرون الأمور بكل تأكيد على مستوى النتيجة 1-0 لمصلحة فريق نادي العين، اللي كما ذكر عودة يعني اللاعب لابا مرة أخرى إلى فريق نادي العين بهذه الحكم قريب يشير إلى استمرارية اللعب، وخالد البلوشي بيلعبها للأمام، ولكن هنا بارك بعد ذلك يعود بالكرة إلى المهمة الأبرز. كرة ملعوبة لفريق نادي دبا. غينيا بيساو تقول غينيا بيساو سمورك صفر التركي في خطأ، والخطأ فلاسيوس من لمسة إلى كاكو، لكن الكرة عادت وصلت هنا الانطلاقة التي ما زالت مستمرة. فريق نادي دبا أيضا تحول عالية باتجاه المرمى الله، وبالتالي هكذا هي الأمور يعني الآن، وبالتالي المجموع 21 هدف للاعب لابا. كنت على عليه أن يعمل وعلى أيضا لاعبيه أن يعملوا وأن يقوموا بالمهمة على أكمل وجه. هنا لدينا الآن بارك خلص الجول، لكن خالد عيش في خطر من الغالي، ضربة واحدة بتأخر. وش اسراري وش اسرارها رأيي وين رايح قلبي بلكيش، هي راحت لكن بغيتوني نعيش، ما ننساها قلبي ما خلاني وعدي
التركي خليل أوموت الحكم الذي يعلن بداية هذه اللحظات ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني بدخول يعني مثل ما يقولون البري اسيست من موجود من خالد. ترجع الكرة لمصلحة فريق نادي دبا. يا سلام على البينية، يا سلام، انفراد بالمرمى، انفراد والثاني لدبا. يعودون مرة أخرى لأنهم يؤمنون بحظوظهم من 2-0 إلى 2-2. دبا في الشوط الثاني غير، دبا الفجيرة في الشوط الثاني غير، يسجلون هدفين ويعودون بالنتيجة مرة أخرى إلى نقطة البداية. أي ريمونتادا يا نواخذة، أي ريمونتادا. إنه مهند سجلها، عدلها. شوف المرتدة من وين، شوف المرتدة من وين، النموذجية، الانطلاقة القوية. بعد ذلك هدف يأتي في مرمى العين بهذه الطريقة، ويا لها من عودة، يا لها من عودة، يا لها من عودة يا دبا. مهند علي هنا يسجل، العراقي يفعلها ويضع الكرة في مرمى خالد عيسى مسجلا. يا على هذه الفرحة، على هذه اللقطة، على هذا الحضور، على هذا الجو. ويعود بعد ذلك عن طريق ميمي. يا مهند يا ميمي، يسجل بالتالي الهدف. الله يا سلام، تقدم على الوصل بهدفين مقابل هدف. شوف اللي صاير الآن من المستويات، يعني الشارجة يفوز وبعدين يخسر، الجزيرة يخسر وبعدين يفوز، كذلك الوصل المباراة الأولى فاز، حتى الآن هو متأخر. لا زالت الأمور بالمناسبة. وهذه لقطة الانطلاق وهذه لقطة الهدف. هذا ذكرت بداية المشوار، اللعيبة ليسوا في أفضل حالاتهم ومستوياتهم، أمر طبيعي جدا، ولكن لمصلحة فريق نادي دبا باتجاه ميمي، لكن خالد عيسى بيخلص. ما الذي حدث الآن؟ هذا ميمي 16، هذه انطلاقة لفريق نادي دبا أمام المرمى، محاولة عن طريق ميمي على أرضية الملعب. مهند علي هل يغادر بالسلامة إن شاء الله لكل اللاعبين المصابين؟ وهذا اللاعب اللي طبعا 25 عام، طبعا ابن بغداد، ويعني القوة الجوية، الشرطة في بداياته كشاب، ثم بعد ذلك الكهرباء، النفط، الدحيل، السيلية، رحلة مع بورتيمونينسي وسالونيك. يا حلوة، ما شاء الله عليك. حلو الجمهور وحلو الحضور الجماهيري في هذه المباراة، وبشكل عام بصراحة يعني بداية جماهيرية جميلة في دورينا خلال هذا الموسم.